بالكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتنهى في مجده وتعالى لاهدته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ ضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فمن فاجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه طالما أشكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي هاتي يا معدن الجود وأنادي هاتي يا معدن الجود لما أسكو غرامي يا نور الوجود طالما أشكو غرامي يا نور الوجود وأنادي هاتي يا معدن الجود وأنادي هاتي يا معدن الجود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود وأرى باب السلام وأرى باب السلام يا زكي الجود وأرى باب السلام يا زكي الجود لما أسكو غرامي يا نور الوجود
معدن الجود أولاديات هامي يا معدن الجود يا طراز الكون إني عاشق مستهام يا طراز الكون إني عاشق مستهام مغرم والمدح فني مغرم والمدح فني يا بدر تمام مغرم والمدح فني يا بدر تمام طالما أذكر ربي يا نور الوجود طالما أذكر ربي يا نور الوجود أنادي يا ذهابي يا معدن الجود أنادي يا ذهابي يا معدن الجود اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والعذعان صلى الله عليه تسكن بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على اليقين من سن ذلك العذعان والتصديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا عبدا الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما عساها من نعمة انتصر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في قلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويتم بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بكربه وتفيأوا دلال السرف الأسلي بوده وحبه ما عطر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرة تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم ندفت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الوامرة
فانفلقت بيت تصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول الوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من سلم ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. فهو القمر التام الذي يتنقل في بروزه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد غدت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر ذلك النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الهروب أن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه. وإن من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني لتدوين ما حفظتم من سير أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايتهم في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولعد التشوق إلى سماع أوصاف هذا العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذي يحسن الشمائل وهنا سنن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف به بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مهلوك برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقال من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث
وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية صلى الله عليه بكمال الخصوصية، فازدودت هذا النور المبين أسلاب بطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها، فضمت وهشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد أنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا صلى الله عليه. بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه على عالم الشهادة لتنبسط على لهذا العالم فيوضات فضله وتنتشر في آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه. السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه وعلى وصحبه بختم بيطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفا إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه. ماجد التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه. فحين قرب أوان وطئ هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. على من أتم الله عليه
النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماد الممدود صلى الله عليه وحضرت توفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود حرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المثاني فهزار اليمن غرات واستضيئوا بجمال فقفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد جل صوره العاد إذا حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك
محمد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونور شد ومرحبا مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلوا عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا رسول الله الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله على محمد مرحبا رسول الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيل أن له شرفا على مجده والسماء صلى الله وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أم شفاء رضي الله عنهما قالت
لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك صلى الله عليه. كانت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض قصور الروم. قال ثم ألبسته وأرجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت بي؟ قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب وظلمة القشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس سلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عنايتي في كل حين ترعاه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا صلى الله عليه وأولهم وسلم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. صلى الله عليه رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا. صلى الله عليه الخلق السائر واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي تلتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشيد به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه. وقد انبسط القلم في يضمن ما أفاده العلم من وقائق مولد النبي الكريم وحكاية ما كرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. الكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Sebelum doa, kuliah mewakili keluarga, mewakili masyarakat, mewakili alumni, nyoon karena Kiai Haji Muhibbullah memberikan tausiah kalimatut thayyibah walau qasiratan, sebab mereka awal pertama kali kula ngekholen dan mengadakan maulid habsi dengan kuliah tepan kuliah setelah ditinggal Caca. Jadi kuliah kedua rencana pas jadi kuliah nyoon kalimatut thayyibah walau qasiratan sekone mek pola deki kalimatut thayyibah kan itu bisa tambahin cinta kula ben panjang setajah dek kang ngrasana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malcen pertama tadi seorang mekere berak ketedung sareng anu sama padahal bener tak karo bedane media sosial stiker sengedit ajam-jam deh dek selerepon Kiai Haji Muhibbullah Khalil, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد صاحب الجمال والكمال وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم لقاء الله عز وجل. أما بعد, Sadatinal alawin, para habaib, para ulama, para asatid, langkong-langkong, abna wal aulad dari sahibil haul hadratu syekh Kiai Haji Ma'ruf, saya sangat badan kaula amul jaki, tanpa terkecuali semulja akhina Kiai Al-Haj Muiz Ma'ruf, Kiai Al-Haj Nur Fuad, sesangat badan kaula muljaki, Kiai Agus Said Ma'ruf Al-Walad, Mas Haikal bin Ma'ruf bin Amin Ma'ruf, serta para hadirin. Alhamdulillah saya datang aibuan telah tak sedang. Mantar muka tahun boleh tambah ramai insyaallah. Bareng ngondak adaan pajat senikah melarat. Ki Praben Pak. Deki mula abid kulino seneng ngerasaki maulid. Mangkana sobu neka bekto saya rasaki kaul manjenengan seger, dari bau seger, dari hawa seger. Anapa? Karena kita pati banyak maksiatnya, ben orang munafik tedung kepi. Benar-benar sakone reng-hereng ne jaga. Mangkan hawana bida pona. Beda panas sa, beda suwap pa. Mangkan tedung marbajang sobune ka makruh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu as-subhatu tamna'ur rizq.
Tidur setelah sholat subuh tamna'ur rizqa, akan mencegah daripada rezeki hissiyan wa ma'nawiyan. Rezeki ini berdua. Beda rezeki secara hissi, beda rezeki secara maknawi. Adapun rezeki sehissi, aneka bisa ekatengal badan sehat, anak-anak soleh solihah, ibadah taat ada ke Gusti Allah, saya ini kenyamanan rezeki sehissi. Secara maknawi, imanah parengen kekuatan, parengen seneng maca maulid, parengen seneng maca Al-Quran. Karena rezeki ini tak sekapin orang bisa baca Al-Quran. Berarti ini rezeki pepareng dari Gusti. Tak setajana orang seneng maos maulid, seneng maos maulid, solawat, kecuali orang-orang yang beri rezeki atene beri hidayah tining Allah Subhanahu wa taala. Mungkin rezekina pas-pasan, sedeer pas-pasan, tapi anak soleh solihah. Maka nikah adalah pemberian yang sangat utama daripada Allah Subhanahu wa taala. Sobung semelebihi keutamaan rezeki saurba anak soleh solihah, saya beri rezeki saurba sihah wal afiyah. Oleh karena kak dinto malar manter pembukaan neng are mangken istiqomah ila yaumil qiyamah ben berengaki kelaban buka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ki menyongok dari Dabun Yai Said walau kosirotan sekonik masih sekonik jangan Yai Said masih nek sekonik lah tak lena berboleh ya. Para hadirin ikhwani rahimakumullah, sekonik dari badan kaula dan kaula terus menyampaikan sosok panutan kaula panjenengan saat makin kepun tak pate beda. Ibarat hewan ternak, domba-domba kaula panjenengan ke sebagai domba, sementara orang sing seangun kaula panjenengan sing ngromat kaula panjenengan tak pate beda. Sedangkan hewan-hewan buas sesiap menerkam daripada domba berkeliaran. Sajaga agama tak pati beda lah Pak. Maling-maling agama semakin banyak. Sajaga iman ni keampun rang-rang pun Pak. Rampok-rampok ke iman semakin banyak. Banyak orang kehilangan dunia susah, banyak orang kehilangan kendaraan, merasa sedih. Cik orang macet kehilangan. Tapi tahukah anda kehilangan yang terberat bagi kita bukan kehilangan harta benda, bukan kekayaan, bukan jabatan. Kehilangan yang terberat kehilangan iman Islam. Karena kehilangan iman Islam kehilangan surga, kehilangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likulli syai'in idza faraqtahu 'iwadun wa laysa lillahi idza faraqtahu min 'iwadin. Setiap sesuatu jika engkau berpisah darinya kemungkinan masih ada penggantinya. Apa sahabi saya abai ki beda penggantian apa? Apa bereng maaf mungkin apa sahabi keluarga anak bini apa laki bini apa ki bisa bini boleh bisa laki boleh. Mungkin lebih ratin daripada seelang. Lebih genteng daripada seelang. Tapi kehilangan saya berurusan bi Gusti Allah, kehilangan ulama melarat senyare ngak ye ma'ruf ni tak mungkin masih beda rang-rang Pak. Senyare ngak ke amin ma'ruf melarat Pak, sabar. Ngelegaat kinatin orang ni luar biasa ni termasuk idkhalus surur min akhlakir rasul. Mabunga maseneng ka orang lain ni termasuk akhlak-akhlak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehilangan ulama, kehilangan guru. Mula kehilangan guru otomatis ilmu semakin berkurang. Mula kehilangan ilmu kebetaraki kehilangan iman. Silahkan kehilangan apa abai, cuma cek sampai kehilangan iman, cek kehilangan Islam. Jaga iman Islam. Carana asma dega para ulama. Hadir majelis-majelis ulama, merengaki nasihat-nasihat ulama. Cek sampai kehilangan neke situng ngebendah meselamat kaula panjenengan dari apoy neraka melebu kaula panjenengan ke alam swarga situng iman Islam. Tanpa iman Islam itulah kamu orang makin sibuk
ajak iman Islam lah tak ada Pak. Maksiat apa setiap saya tak ada? Maksiat apa makin saya tak ada? Tontonan apa makin saya tak ngerosakah? Kehilangan akhlak, kehilangan adab. Ini kemula kehilangan akhlak, kehilangan adab, kehilangan sekapik nabunan. Semulang adab larang-rang, semulang akhlak larang-rang. Oh cak natek keneng toro, tengkan natek keneng toro. Sampai bila kul menjenengan keadaan ngak ni kemun tak nyari orang-orang sebetul bisa nonton kul menjenengan sampai depak dekat Allah Subhanahu wa taala. Maka tak ada pemberian dari Gusti Allah Subhanahu wa taala melebihi peparing sepaling agung separing nikmat paringin guru paringin ulama sebisa makuat iman Islam sebisa nonton sampai ke alam akhirat sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin saya sangat badan kaul muljaki kehilangan guru ni kemun tak ada penggantian melarat Pak. Lamun beda jelas berkurang guna. Dingin ikan to kalau ki enga ki det ngodetan ki pada sehat tah luar biasa. Pajaran tampung para guru para ulama cek benyan para guru para ulama makin sobung Pak. Sementara maling-maling Islam rampok-rampok iman semakin banyak. Ibarat hewan ternak kalau macam dengan senguan tak ada, serigala banyak, macan-macan setiap menerkam banyak. King cek kene ateh matur muka abna wal aulad nak potoh dari sahibul haul almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum bayi ma'ruf matur muka seteja nak foto ni terjakin nak foto sesalihin salihat muti'in muti'at qurratu ain li sayyidil bariyat amin Allahumma. Para hadirin saya sangat berhati kumul jaki dawa kita ni syair mahaballahu li imri'in hibbatan afdal min aqlihi wa min adabihi huma hayatul fata fa in faqida fa inna faqdal hayati ajmal bihi. Tidak ada pemberian bagi seseorang yang melebihi keistimewaan pemberian yang berupa akal dan adab tata krama. Sobung pemberian dari Gusti Allah saya melebihi keutamaan pemberian sa'robah akal, nomor 2 adab. Sayang seribu sayang orang makin pun tak ngereken akal sepemberian dari Gusti Allah justru erosak bi ganja narkoba. Semestinya akal ni bisa ngeromat, bisa membedakan antara hewan dan manusia daripada akal. Keng sayang seribu sayang akal makin pun tak yang kui. Tak bisa membedakan barang saya bagus, barang saya cuba, barang saya haram, barang saya maksiat, barang saya taat. Tak kena bedaki. Padahal andi akal. Padahal ini adalah pemberian. Mahaballahu imra'an hibbatan afdal min aklihi wa adabihi. Tidak ada pemberian yang lebih afdal pemberian dari Gusti Allah saya melebihi akal dan adab tata krama. Kamma orang akal makin saya yang kui. Pada tahu mon pejeng bi tibian sederajat mun berjamaah petolekor keng gila urusan derajat tak yang kui akalah mun sejuta pakola ria tetep petolekor juta boros akalah keng mun urusan bajang urusan taat urusan ibadah tak patah yang kui lah ni kekurangan kau leben manjenengan wa adabihi ban atep mun kaula ben manjenengan huma hayatul fata keduanya ini adalah merupakan kehidupan seseorang akal ben adab orang yang beri akal keng tadi adab Pak atau beri adab keng tadi akal tak sempurna fa in faqida mun kedua-duanya hilang fa in faqida fa in faqdal hayati ajmal bihi mun la kehilangan dua ini kehilangannya lebih bagus wis daripada odi keng tadi akal tadi adab. Angok kailang nanya beh mate belah ajmal bihi lebih bagus kan ku orang peneka tibang odik keng lak selai ya ikhwani akal angkui adab cek nero adab orang ben saroban aina yata'addab bi adabin nabi wa aina man yatakhallaq bi akhlaqin nabi kak memangkin orang se belajar adab-adab kanjeng nabi kak memangkin orang se ngangkui akhlak-akhlak kanjeng nabi dak reng sepona dak guruna dak sesepo dak selebingo dah ada lah nikah matur muka sesekone ini kabuk tak manfaat barokah cek sampai kehilangan guru cek sampai kehilangan adab cek sampai kehilangan akal beda akal kita yang kui pada bi kehilangan
Padahal ki beda guru, mula tak ada guru tambah ada remah kira-kira. Odik gula ban banci dengan, lah ada seeterwah, ada seetente abona. Amat termuka. Teng sepo ban guru seki beda tambah no umur sebarokah. Ye Said, ye Muiz, ye Nur, mater muka setu je para nasihat wal afiat. Bisa maengak benonton kaul banci dengan dunia akhirat. Amin Allahumma. Mater muka sahibul haul, saya haulen malam makin mater muka. Ye ma'ruf yang kak tercete. Kaul banci dengan ulia barokana ko santren apake sare nang akhirat. Amin Allahumma amin. Para hadirin sekonek daripada kaula matur muga titi ilmu manfaat barokah, matur muga barokah majlis peneka napas titi hajat kaula banci dengan hajat dunya hajat akhirat setuju pakempang etakak nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Hajatud dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Matur muga pertemuan pagi mangken benih pertemuan saya terakhir tahun demi tahun papangki boleh dalam keberadaan selangkung saya. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Hada ma lazima minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفقه من درر الأوصاف المحمدية يقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي في مشكورا وفعلي في محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصفات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال تفشى منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على ذلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل رات دعوتك الشاملة الأبي الأكبر الحمد لك والمخصص بالشرف الفخر في كل موضع مؤذن القرب ومظهر قاسم دادك في عبادك وساكن سيشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرتك ذرابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وعصفين وقايتك وأن تبلغنا في شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا فيه من نياتنا وأعمالنا وأن تجعلنا في عرض هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمع في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسلك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وولاه وظاهره وعم بركته وشرف مجده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة
واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين الظالمين وابسط العدل بهدي الحكيم في جميع النواحي والأقدار وأيد بدايد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحسن المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وأعلى لي وصي إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.